عامل أصلح الأحذية أفضل من أن أكون فيزيائي. إيه اللي يخلي عالم كبير زي أينشتاين يقول حاجة زي ديت؟ وإيه اللي يخلينا نصدق إن إحنا ممكن نكون أحياء وأموات في نفس اللحظة؟ وإيه اللي ممكن برضو يخلينا نصدق إن إحنا ممكن لو جرينا ناحية الحيطة نقدر نعدي الناحية التانية من غير ما نكسر الحيطة؟ وأشياء غريبة ما يصدقهاش العقل كلها موجودة في نظريات ميكانيكا الكم اللي قال عنها نيلز بور العالم الكبير: من لم تصبه ميكانيكا الكم بالدهشة فهو لم يفهمها بعد. أهلا بأي حد هيشوف الفيديو. هنتكلم عن عجائب في ميكانيكا الكم اللي هي بتختلف شوية عن الميكانيكا أو الفيزياء الكلاسيكية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة في ميكانيكا الكم، أو أول حاجة غريبة في ميكانيكا الكم، هل أنت تقدر تكون في كذا مكان في نفس الوقت؟ يعني أنت موجود في البيت وموجود في الشغل وموجود في النادي في نفس الوقت. ميكانيكا الكم بتقول لك أنت تقدر تكون موجود في أكتر من مكان في نفس الوقت، والكلام ده مثبت علميا. احنا عارفين طبعا ان احنا اجسامنا وكل حاجة في الكون بتتكون من ذرات، وقلنا الذرة فيها نواة، النواة ديت فيها بروتونات ونيوترونات. الذرة موجبة الشحنة عشان البروتونات موجبة الشحنة، والنيوترونات سالبة الشحنة. وبيدور حوالين ال النواة الكترونات سالبة الشحنة. ايه اللي يثبت ان احنا ممكن نكون موجودين في اكتر من مكان في نفس اللحظة؟ لما درسوا حركة الإلكترونات حوالين النواة لقوا إن الإلكترون بيدور في غيمة حوالين النواة، عامل غيمة موجود في كل الأماكن في نفس الوقت، بينسخ نفسه، بيبقى موجود في كل الأماكن في نفس اللحظة. فده دليل إن إحنا مادام إحنا أجسامنا مكونة من ذرات، فبناء عليه ده إثبات علمي إن أنت تقدر تكون موجود في كذا مكان في نفس اللحظة زي الإلكترون ما بيعمل. دي أول حاجة مدهشة في ميكانيكا الكم. تاني حاجة، أنت لو متخيل إن أنت عندك حاسة لمس وبتلمس أي حاجة في الحياة، يعني مثلا لو بتحط إيدك على الكنبة فأنت كده لمس الكنبة، أنت كده غلطان علميا. وحسب قوانين ميكانيكا الكم أنت مستحيل تلمس أي حاجة. انت قاعد مثلا على الكرسي، بيبقى في بينك وبين الكرسي مسافة هي صغيرة قوي عشان كده مش ملحوظة. اللي بيحصل زي ما قلنا، احنا جسمنا او كل حاجة في الكون متكونة من ذرات، والذرات ديت في مركز في مركز الذرة في النواة. اغلب كتلة الذرة موجود في النواة دي اكبر حاجة في الذرة، بيلف حواليها الالكترونات بعيد خالص في اخر الذرة. فانت لما تيجي تقعد على حاجة، فانت الذرات بتاعتك، لو انت هتلمسها يبقى اذا الذرات بتاعتك هتلمس ذرات الكرسي مثلا. بس ده ما بيحصلش، مستحيل يحصل، لانه اخر حاجة في الذرة هي الالكترونات، والالكترونات سالبة الشحن. الذرات بتاعتك بتقابل ذرات الجسم اللي انت المفروض بتلمسه. آه، الالكترونات اللي موجودة في ذراتك واللي موجودة في ذرات الحاجة اللي انت المفروض تلمسها ما ينفعوش يلمسوا بعض، لان هم شحنتهم زي بعض. وزي ما احنا عارفين في الكهرباء، الحاجات اللي شحنتها واحدة بتتنافر، ما ينفعش تتجاذب، ما ينفعش تقرب من بعضها. فبالتالي انت لما تقعد على حاجة او تمسك حاجة بايدك، انت متخيل ان انت ماسكها، انت مش ماسكها. آه، في بينك وبينك مسافة اللي هي جاية من ان الالكترونات اللي موجودة في الذرات اللي انت متكون منها، والحاجة اللي انت ماسكها مثلا بيتنافروا مع بعض، فسايبين ما بينهم مسافة. طيب واحد يقول: طب لو احنا ما بنلمس حاجة، ايه احساس اللي بنحسه لما نلمس الحاجة؟ اللي بيحصل ان نتيجة التنافر اللي بيحصل ما بين الالكترونات اللي فيك وما بين الالكترونات الحاجة اللي انت بتلمسها، بتتكون إشارة كهرومغناطيسية. نتيجة التنافر ده يعني تقدر تقول عليها إشارة كهربية بتتنقل عن طريق الأعصاب عندك للمخ، بترجمها للمس. لكن فعليا انت ما تقدرش تلمس اي حاجة موجودة في الطبيعة. ودي
عجيبة تانية من عجائب ميكانيكا الكم. تالت حاجة، انت متخيل ان انت مثلا لو انت جيت في غرفة زي اللي انا موجود فيها ديت وفضيتها من كل حاجة، من العفش وحتى من الهواء، ما بقاش فيها حاجة خالص، انت متخيل ان هو هيكون في فراغ؟ لو انت متخيل انه هيكون في فراغ انت غلطان. ميكانيكا الكم بتقول لك انه مفيش حاجة اسمها فراغ. لو انت جبت مكان وفضيته من كل حاجة موجودة فيه حتى الهواء، بيكون فيه وده مثبت علميا بيكون فيه جزيئات افتراضية بتتكون. يعني مجرد ان انت فضيت المساحة اللي انت فيها من كل حاجة، بيتكون جزيئات افتراضية آه، بتتولد وبتدمر نفسها في نفس الوقت. الجزيئات ديت بتتكون من بروتون موجب الشحنة، اللي هو قلنا اللي هو اصلا بيبقى موجود في نواة الذرة، بس في الحالة دي هو بيتولد الالكترون، وبيتولد معاه جزء مضاد ليه اسمه بوزيتون او بيزيترون. بيتولدوا في اللحظة وبيندمجوا في نفس اللحظة يموتوا بعض. فأنت لو فضيت أي محيط من كل حاجة فيه، بيفضل فيه جزيئات اسمها الجزيئات الافتراضية بتتولد وتدمر نفسها. فمستحيل يبقى فيه فراغ، والجزيئات الافتراضية دي دايما بتتولد ودايما بتموت نفسها. يعني في حالة من الولادة الدايمة والموت الدايم. فما فيش حاجة اسمها فراغ مطلق في الكون. آه، طيب، بعد ما عرفنا إن مفيش فراغ مطلق، نيجي للذرة. بيقول لك إنه الذرة 99.9 منها هو فراغ، ما فيهوش حاجة. الذرة اللي هي جواها النواة وبيدور على حواليها الإلكترونات، حجم النواة وحجم الإلكترونات هو حوالي آه، 1/100 من حجم الذرة. فالذرة 99.9 منها فراغ. وبما إننا إحنا مثلا كبشر متكونين من ذرات، لو أنت خدت الأجزاء اللي ما فيهاش فراغ فينا، اللي هي جبت الذرات بتاعتنا وخدت منها النواة والإلكترونات بس، تخيل إن أنت تقدر تجمع البشرية كلها على بعضها في برطمان سكر، هو ده هتبقى البشرية. لأنه 99.9 من تكويننا هو عبارة عن فراغ. طيب، علشان يثبتوا الفكرة إنه 99.9 أو 99.9 من الذرة عبارة عن فراغ، في عالم اسمه راسفورد. لو كنت بنطق الاسم صح، عامل تجربة اسمها تجربة النموذج النووي للنواة. جاب جهاز بيطلع جسيمات اسمها جسيمات ألفا. وجسيمات ألفا ديت هي النواة بتاعت عنصر الهيليوم، وثبته في مكان. والمفروض ان الجزيئات دي هتنضرب تتجه ناحية لوحة دائرية من كبريتيد الخرسيم. وجي في النص الجسيمات دي، لما من خصائص كبريتيد الخرسيم لما جسيمات الفا دي تقع عليه بينور. النقطة اللي جت عليها الجسيم الفا بتنور، نقدر حتى نشوفها بعيننا المجردة. فجي جايب في النص صفيحة ذهب تحجب المفروض ان الجسيمات هتخبط في صفيحة الذهب وترجع تاني، مش تقدر تعدي صفيحة الذهب يعني. فعمل التجربة دي، تلاقي ان اغلب الجزيئات بتاعت جزيئات الفا دي عدت وخبطت في كبريتيت الخرسين فنور. فمعنى كده لقى ان تقريبا 99.9 من الجسيمات عدى، مفيش غير 1% بس، 1/100% من الجسيمات هو اللي ما عداش ورجع تاني. فمعنى كده ان صفيحة الذهب ديت فيها فراغات، قدرت جسيمات الفا تعدي من ال من الفراغات دي. فده بيأكد ان فعلا 99.9 من الذرة هو فراغ، وبالتالي 99.9 في المية من الكون كله هو عبارة عن فراغ. و1/100% هو النواة والإلكترونات اللي بتلف حواليه. برضو من الخصائص العجيبة في ميكانيكا الكم، لو انت فكرت، هو الضوء اللي احنا بنشوفه ده عبارة عن موجة، يعني حاجة موجية بتتحرك لها تردد وكده، ولا عبارة عن جسم؟ يعني لو هو جسم، فمثلا لو خبط في الحيطة هيرجع تاني، زي كأنك بترمي كورة على الحيطة، المفروض هترجع لك تاني. لو هو موجة، لا،
هيخبط في الحيطة ويستنى الموجة اللي بعده يتداخل معاها يعملوا موجة جديدة، مش هيرجع يعني. زي ما بنشوف في موجات المية، لو انت في المية وعملت موجة وموجة جنبها، الموجتين بيقعدوا يقربوا من بعض ويعملوا موجة جديدة، يعني الدايرة كده موجة، والموجة التانية بتيجي تخبط فيها يكونوا موجة جديدة مع بعض أكبر، أو بيهدموا بعض. في حاجة اسمها اتحاد بناء واتحاد هدام. لو في حالة إن هما اتدخلوا مع بعض يعملوا موجة جديدة، فهو ده اتحاد بناء. لو ما اتدخلوش مع بعض وهدموا بعض، يبقى ده اتحاد هدام، فالموجة بتنتهي. فلو انت تفكر فيها، هو الضوء بتاعنا ده اللي احنا بنشوفه، هل هو موجة ولا جسيم نعامله زي مثلا كأنك بتحدف كرة على حاجة؟ عملوا تجربة آه، تجربة اسمها تجربة الشق المزدوج. جابوا حيطة فيها فتحتين، فتحة هنا وفتحة هنا، فحدفوا عليها ال أو وجهوا ناحيتها فوتونات الضوء. الضوء مكون من أجسام صغيرة اسمها الفوتونات. فوتونات الضوء ده راحت ناحية الحيطة، فلقوا إنه بيتصرف الضوء على إنه لو الضوء ده كان جسيم، فإذا زي ما بقول لك كأنك بتحدف كور. الكور ده جزء منها هيعدي من الفتحة بتاعة الحيطة فيخبط في وراها فيعمل نور وراها، فنلاقي خط كده على شكل الفتحة من النور ورا الفتحة، والفتحة التانية كذلك. دي لو كانت جسيمات. ف انما لو كانت موجات هتعدي من الفتحتين مع بعض ويعملوا ورا موجة تانية تداخل، زي موجات المية كده زي ما قلنا. فلما عملوا التجربة لقوا انه في الحالة الأولانية ديت انه ال ال الضوء عامل موجة، فإذا هو بيتصرف على انه موجة. وده الكلام ده آه، المفروض ان هو مش مقبول علميا، ان الضوء مش موجة. لانه لو الضوء موجة، في خصائص هتبقى مختلفة شوية عن اللي احنا بنشاهدها في الضوء، بدون ما ندخل في تفاصيل. لانه مثلا عشان نفسر حتة ان لو الضوء موجة ايه المشكلة هنا. نيوتن آه، كان عامل تجربة، وكان بيقول فيها بإثبات عملي إن الضوء عبارة عن جسم مش موجة. فده بيناقض نظرية نيوتن، ومعروف إن نيوتن من أكبر علماء الفيزياء، فإزاي إحنا عايزين نفهم إزاي تفسيره غلط. فرجعوا عملوا إيه؟ جابوا نفس الشق المزدوج، نفس الحيطة اللي فيها الفتحتين، نفس الجسم اللي هيطلع نور، بس حطوا ورا الفتحة كاميرا بحيث إن هي تورينا آه، ال 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 النور لما يعدي هيعمل ايه بالظبط. قبل ما يعملوا كده كانوا فكروا في فكرة ان احنا هنطلع الضوء، هنقسم فوتونات الضوء، نطلع فوتون واحد في اللحظة، مش هنطلع فوتونات كتير مع بعض عشان ما يتدخلوش مع بعض ويعملوا موجة. احنا عايزين نعرف لو فوتون واحد عدى هيتصرف على انه موجة، ويعدي لو هو موجة هيعدي من الفتحتين مع بعض. يعني لو انت رشيت مية على الحيطة فيها فتحتين، المية هتعدي من الفتحتين. طب المية دي لو زي الكورة هتعدي من فتحة واحدة. فجابوا ضربوا فوتون واحد من الضوء، لقوا برضو ان هو بيتصرف كأنه موجة، بيعدي من الفتحتين مع بعض، يبقى اذا برضو الضوء موجة. وهما ال- التفسير ده زي ما قلت منافي لتجارب نيوتن. فطب عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل يعني ورا الحيطة، فجابوا كاميرا حطوها ورا الفتحة اللي هي في الحيطة، اللي هي المفروض هيعدي منها الضوء. ف وضربوا الضوء، فوتونات الضوء طلعت، لقوا حاجة غريبة اللي حصل، إن الضوء اتصرف على إنه جسم، كأنك بترمي كرات، عامل خط من النور ورا كل فتحة منهم كأنه جسيم. ففي الحالة ديت وصلوا لاستنتاج غريب، إنه الضوء هو موجة وجسيم في نفس الوقت. لما ما بترصدهوش، ما بتشوفهوش، بيتصرف على إنه موجة. طيب لما ترصده تشوفه، يعني ازاي بيتصرف على انه موجة؟ ازاي يعني الفوتون بتاع جزيء الضوء ده بيخش على الفتحة بينسخ نفسه، بيدخل من الفتحة دي ومن الفتحة دي كأنه موجة. لما انت تشوفه، هو مضطر بقى يتصرف على انه جسيم واحد، فيعدي من فتحة واحدة، ما يعديش من الفتحتين. دي برضو من الحاجات الغريبة في ميكانيكا الكم، انه ازاي الجسم يغير حالته في حالة لو انت بصيت عليه، انت ما بصيتش عليه بيتصرف
بينسخ نفسه وبيعمل حاجات غريبة. بصيت عليه هو مضطر ان هو يحدد حالة واحدة بس يتصرف على خلق على اساسها. في الحالة دي هو اتصرف على انه آه، على انه جسيم مش انه موجة. دي كانت 5 حقائق غريبة في ميكانيكا الكم. ان شاء الله اعمل فيديو تاني في برضو 5 حقائق مهمين. بشكر اي حد شاف الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل شير. شكرا.